برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ويمكن زي ما قلت في بداية هذه الحلقة الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة مصر في عيون شاعر. معنا على الهواء مباشرة الشاعر ناصر ديودار، واحد من أهم التجارب الشعرية المعاصرة في شعر العامية المصرية. صدر له بهيئ روحي لدخولك، أمي اسمها فردوس البنات، يعني أكبر قصيدة شعر في بلادي، الحصان، كما أصدر له عدة مسرحيات شعرية بعنوان مونودراما الشاعر والأبراز قادمون ولسه ما جاش الوقت ومملكة الفئران. أستاذ ناصر أهلا بيك. يعني أنا بعد ما رحبت بيك هناخد تقرير سريع عن حضرتك على الهواء مباشرة ونرجع نبدأ حوار نشوف مع بعض التقرير. برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونبدأ حوارنا مع الأستاذ ناصر ديودار الشاعر المصري المعروف. يمكن ما شاء الله يعني في إصدارات كثيرة جدا يمكن شفناها زي ما قلتها في بداية هذا اللقاء. يعني المساحة اللي بيأخذها الشاعر في حياة الشاعر ناصر ديودار. تقريبا كل المساحات للشعر. يمكن أنا عندي جورنال بكتب فيه برنامجين في إذاعة الشباب والرياضة بكتبهم بالشعر، بفكر بالشعر. أحب الشعراء، بس الشعراء الحقيقيين. أحب اللي بيكتب شعر، أحب اللي بيقرأ شعر، أحب اللي بيحب شعر، لأن أنا بعتبر إن الشعر ده هو موسيقى الكون. موسيقى الكون. طبعا. وعزب الشعر. ما مين اللي قال الكلام ده؟ بالعكس. طب نسمع حاجة بقى على الهوا. نسمع حاجة، اتفضل. أكورديون وبنت بملاية بتونسه على كعب كوباية، عيال بتلعب بلي وعيال تلف النحل وعيال بتلعب استغماية، بنت وولد واقفين من الشبابيك يبدأوا حكاية، بنت وولد تانيين عطوا ظهرهم للبحر وبيبدأوا نهاية، وعيون بتشكي واد شقت أمه زغللها بمراية، راجل على عكاز، جورنال بيجري من تحت نضارته الإزاز على الجدار الجير، واقف في برواز كبير أبويا بعصايا، ريحة الطعمية فايحة والزيت بيقلي، قرن شطة إسرائيلي ولمونة بتنزل دموعها في صحن فول، راديو قديم وصوت حليب بيقول أنا لك على طول. الله جميل. حضرتك جمعت بعض الألعاب الشعبية اللي شفناها في التراث الشعبي اللي ما زالت حتى هذه اللحظة يعني أولادنا بيمارسوها يعني. تمام. هو تكويننا المصري ده يعني دايما أي حاجة تحس فيها بالصدق والأصالة هي تكوين مصري. لدرجة ان هم عطوا نوبل لنجيب محفوظ مش عشان عمل والكلام ده، لان هو نجيب محفوظ قدر يصر الحارة المصرية كلها في كتاباته، فممكن قدر يعكس حال الحارة المصرية. بالظبط. يمكن ده كمان النم على شيء بيدل ان ده حال الشارع المصري بالمهن الشعبية، بالعادات والتقاليد اللي احنا ورثناها الاصيلة اللي احنا تعودنا عليها. كمان يمكن ده كمان ان هو نجح فيه ان هو يعكس حال الشارع المصري. لا حضرتك فضلت العامية المصرية ما فضلتش الفصحى. يمكن البعض بيعتقد يعني بيقول لك ان اللي بيكتب عامية ده بيستسهل الى حد ما، وليه حضرتك فضلت العامية او ايه اللي دفعك للعامية المصرية؟ طبعا المقارنة ان اللي بيستسهل وده مثلا ممكن ده البعض بيعتقد كده. البعض بيعتقد كده. كل ابنكار ليه عدو بتاعه. انا اعتقد ان فؤاد حداد وصلاح جاهين
وحتى بيرم التونسي وسيد حجاب عاميتهم بتضرب في السد. بالظبط. هي المسألة ما هياش كده، هي المسألة بان انت حضرتك حتى كمذيع ايه ادوات تعبيرك اللي بتريحك، ايه لغة خطابك اللي بتريحك، ايه اللي انت بتقدر توصله للجمهور. هي المسألة مسألة اختيارات. اكيد اللي كتب عامية كتب فصحى، وانا دي حصلت معايا. هل كان ليك تجربة في كتابة الفصحى؟ انا كتبت في البداية خالص. وانا بحب اذكر الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا. ان اللي اكتشف عندي مسألة الكتابة استاذ اذا كان عايش ربنا يديله الصحة، واذا كان ربنا توفاه ربنا يرحمه، اسمه يونس الدمنهوري، ده مدرس عربي. ده كان في أي مرحلة يا فندم؟ كنت في تانية اعدادي. المرحلة الاعدادية. دكتور طه حسين الاعدادية في دمنهور. فكتبت موضوع تعبير، وانا كانت قراءاتي معرفش هي هتنتج ايه. فلما كان موضوع تعبير عن حرب اكتوبر فالاستاذ انبهر، وانا طبعا انبهر بالاسلوب بالفكر بالابداع في الكتابه. خدني على الناظر، وفاكر الناظر لحد دلوقتي اسمه محمد السكري. قال له ده نبغى، وقعد يقول كلام كتير. قال له ده واد هجاص تلاقيه ناتشه من اي مكان وكده. فانا بتحدي شديد قلت له لا انا مش ناتشه، انا اللي كاتبه، وانت قول لي على حاجه وهات لي، او اقتبسه من اي مكان يعني. هو لان فعلا الاسلوب كان كبير على السن ده. وقال لي اكتب موضوع عن مولد النبي. حاضر، خدت ورقه وقلم وبمنتهى كتبت ده في وجودهم كمان يعني. هم قاعدين، الراجل انبهر. فمن اللحظه ديت هذا الرجل اللي هو الاستاذ يونس الدمنهوري بدأ يعني ايه يشاور لي على حاجات، ويشاور لي على حاجات اقراها. طبعا انت عارف حضرتك مدرسين اللغة العربية بتوع كلاسيكيات يعني، فشاور لي على حاجات ما عجبتنيش يعني، مع احترامي طبعا للشعراء الكبار دول. لكن كتبت قصيدة فصحى. مين مصدري الاول اللي هي ممكن تسمعها؟ امي في البيت قاعده معايا، هو الجمهور بتاعي، فعايز اجرب الحكايه. طبعا هي يعني قالت لي ايوه لا حلوه كده، بس انا مش فاهمه حاجه. ده الولايه الكبيره مش فاهمه حاجه. طب ده انا عايز انت كلمتك توصل. لا الشريحه ديت عايز اخطط. فبدات تنتقل للعاميه، اقرا فصحى واكتب بالعاميه، تدمج بين الاثنين يعني. يعني ان ايه، ان في لغه العاميه المصريه لغه راقيه، بعيدا عن ايه شغل الزجل بقى اللي هو صلاح رباح نكاح الرص ده. لكن اكيد فؤاد حداد لغته راقيه، اكيد صلاح جاهين لغته راقيه، استاذنا صلاح جاهين. ايوه اكيد طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا. لكن حتى الاساتذه دول في تجارب كتيره تجاوزتهم، ودي مشكله دلوقتي. هذه المشكله هي مشكله الاعلام المصري، انه دايما يمصدر الحاله، فالناس ما بتشوفش قدامها غير فؤاد حداد وصلاح جاهين والابنودي وكذا. لا 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 لا، في تجارب تجاوزتهم بمراحل. لكن الاعلام يعني بيحب ايه السائد والممكن. لا طب هناخد فصل سريع وتقرير عن حضرتك ثم نعود ونواصل حوارنا، نشوف مع بعض. واحد من أهم شعراء جيله في شعر العامية المصرية، تنوعت أشعاره بين عشق وحيرة وعين راصدة لحياة المتعبين، جسدت صورة حية لإنسانية المصري ومعاناته، طوع اللغة ومفرداتها بين حدود الممكن واللا مألوف. ناصر دويدار، الشاعر والفنان. هم دول المصريين، في ساعات صبحوا على مصر بالملايين، ومواصلين نبني بيوت لساكني العشوائيات المهددين، نعمر مدن ونطور قرى العيشة كريمة للمصريين.
تحيا مصر بالمصريين للمصريين، بعطائهم، بمشاركتهم حسب قدرتهم. صبح على مصر بجنيه برسالة على 133 من اي محمول او خط ارضي، او ابعت رسالة ب5 جنيه على 37037. نتشارك. تحيا مصر. In a land where dignity and honor have been protected throughout history. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ونواصل حوارنا مع الشاعر الاستاذ ناصر ديودار. اهلا بك معنا مره اخرى. يمكن شفنا تقرير سريع عن حضرتك وتعقيب على هذا التقرير. لا لطيف. جميل. طبعا صديقي المبدع الجميل طلال يعني بيحب يجامل شويه. لا هو يعني طالما حضرتك بتقدم يعني مخزون فكري كبير جدا، لازم يكون في إلقاء الضوء على هذا المخزون. المفردة والصورة الشعرية عند ناصر ديودار ثرية جدا، مخزونك ورصيدك البنكي المعرفي. تمام. هو انا زي ما قلت لحضرتك انا كاميرا عينيا بتلقط، وبحاول بقدر الامكان ان انا اتعاطى الصدق مع حياتي وظروفي والمجتمع. وانا شايف ان مفيش داعي المبدع يقعد يحنتف في القصيدة بتاعته او يقعد يعمل شوية جماليات. هو في رسالة بقى عايز يوصلها وخلاص، هي بتوصل على قدر موهبة كل واحد، لان في خلط كده كبير حاصل، ان الموهبة دي من عطايا ربنا للبشر، فربنا بيدي موهبته لعبيده كل واحد بقدر. في واحد موهبته بتبقى موهبة ضخمة، وفي واحد موهبته بتبقى على قدها، وفي واحد موهبته تنمية او تطوير بتبقى بالظبط. لا هناك موهبة، يعني في واحد بيعرف يكتب شعر بس خلاص دي حدوده، مهما تنمي فيه خلاص هو كده. في واحد بيعرف يكتب شعر حلو زي ناس كتيرة موجودة على الساحة عندنا. انما في واحد متجاوز، هو من يومه متجاوز. يعني انت لو لقطت قصيدة لأمل دنقل او لصلاح عبد الصبور او لمحمود درويش هتلاقيهم هم متجاوزين من صغرهم. فالموهبة بتاعته لما بتتحرك وبيجودها بتبقى بتنور. انما في بقى دلوقتي السيد والممكن والمتاح على الساحة دلوقتي، ان الفيسبوك خلى المصريين 90 مليون شاعر على الفيسبوك، وملك الجمال دوت الأز وحبيبة باباها وحبيبة أمها، وبتكتب أي كلام وأي موضوع. فالمتلقي شاف إن هو ده اللي موجود، فما فيش غيره. زي بالظبط أنت حضرتك لما تيجي تعمل استطلاع رأي على الشعراء اللي موجودين دلوقتي، محدش يعرف حاجة. وعلى فكرة طلبة جامعة دخلوا من الموضوع من ناس دلوقتي اتطرحوا في الميديا ان هم دول الشعراء. لان برضو يعني وانا شغال في الاعلام، انا بدين الاعلام في الحتة دي، لان هو الاعلام مصدر شخصيات معينة، فالناس طلعت ما شافتش قدامها غير دول بس. ولكن انا برضو يعني حضرتك بتتكلم على اعلام. احنا مثلا هنا في قناه كنا بنعمل برنامج لسه قريب، يعني فتره قريبه، كان البرنامج اسمه مشوار اديب. كنا بناخد حياه الاديب من الالف للياء، عمل ايه، قدم ايه، عمل يعني ايه المنظومه اللي عملها، التجربه الشعريه في حياته، التجربه المسرحيه في حياته، القصه في حياته، جميل. قدمت ايه لمصر لخدمه المجتمع وتنميه البيئه من خلال الاديب. احنا كنا بنعمل البرنامج ده. جميل. ده طبعا النادي الثقافي وغيرها طبعا، ده جميل، برامج مهمه جدا. ده جميل، بس الحركه الثقافيه في مصر ده رائع، شيء رائع. بس انت علشان خاطر حد تاني يخدم عليك، وان الحاله بتاعتك تقدم للمجتمع المصري حالة ثقافية، هنا المشكلة. ليه المشكلة؟ لان دلوقتي الاقاليم هنا بيبقى الحركة عندهم واسعة في الاكتشاف ده.
لان هنا عارفين بعض، مين الشاعر ومين المسرحي ومين كذا ومين كذا. عندكم هنا في الغربية عدد ضخم جدا من المبدعين، وفي كفر الشيخ كمان، في كفر الشيخ، يعني في الإقليم كله. نعم نعم. القاهرة بقى، أحد مشاكل القاهرة إن كل واحد بيجي القاهرة فاكر نفسه إن هو بقى أشهر المشهورين من خلال قعداته على القهاوي، من خلال مصاحبته للشعراء، من خلال المفهوم مغلوط. علشان كده وسائل الإعلام في القاهرة بتعاني من عدم وجود المبدع الحقيقي، او نحتاج كمان لبرامج متخصصة في هذا المجال. والله يعني أصدقائي في الثقافية ناس محترمين ومبدعين كتير، لكن الثقافية على المستوى الأشمل ما أدتش هذا الدور، مع أنها من الممكن أو كان من الممكن أنها تأدي دور تنويري أقوى من الدور اللي هي بتلعبه دلوقتي، لأسباب أنا ما أعرفهاش. هم عندهم مذيعين شاطرين، عندهم معدين شاطرين، عندهم مخرجين شاطرين، عندهم إمكانيات جدا، ومع ذلك بتبص تلاقي ان كل البرامج تحس انها يعني اذا يعني دور القنوات الاقليميه لها دور مهم جدا في تقديم يعني هؤلاء اللي هم من الشعراء، يعني لا ده هؤلاء جدا المبدعين والمبتكرين لا من الشعراء. جدا جدا. حضرتك ده دورك، انت حضرتك قناة اقليمية هنا علشان تخدم على الاقليم. كل بقى سياسي اقتصادي فني. انا شايف ان دي كمان توجيهات الاستاذه نائله رئيس القطاع ان احنا نهتم بالاقليم واظهار الاقليم المصري. طبعا شيء مهم، شيء مهم جدا. ده نسمع بقى جزء من شعر ونرجع نعود مرة أخرى. طيب حوارنا يمكن كمان هتكلم على دور المدرسة. يمكن حضرتك قلت المدرس هو اللي اكتشفه. دور المدرسة في اكتشاف الطالب الموهوب والطالبة الموهوب. طبعا نسمع جزء ثم نعود. اتفضل. باصص عليكي من أعلى نقطة في دمي، باصص عليكي سما لنجوم بتلم يا طيبة، يا كف مريم، يا كتف بسند عليه عمري، يا حجر مليان بلح طارح على فمي. باصص عليكي يا وش زي القمر يشبه خبيز امي، باصص عليكي وانتي عليا بتسمي. يلا جميل. نتكلم برضو عن الفارق بين الشعر في شكل القصيدة وفي شكل القالب المسرحي. انا بس هنتكلم على دور المدرسة في الاكتشافات. كان في صحفي في صباح الخير اسمه لويس جريس، فكان بيعمل زي عبده البقال كده بيروح يكتشف لاعيبة الكورة. فهو ماشي كده اتلطش في شاعر من اعظم شعراء العامية اللي جابتهم مصر، عبد الرحيم منصور. فجاب عبد الرحيم منصور من هنا، ولولا هذا الرجل ما كناش سمعنا الابداع العبقري العظيم بتاع عبد الرحيم منصور. الناس كان عندها خلق، الناس كان عندها خلق تروح تكتشف وتجيب الناس وتساندهم وكده. انت دلوقتي لو في اي واحد وشعراء ومتحققين بص لقاك نافت شوية يجي مبلغ عنك الامن مثلا معرفش يعمل معاك حاجة يخلي واحد يضربك بسكينة ولا اي حاجة. فهذا المشهد لناس كانت ناس حقيقية. فؤاد قاعود لما قدم سيد حجاب، صلاح جاهين بيقول لك بقى بيشيله كده وبيقول له بقينا كتار لان دي ناس كانت اسوية. دلوقتي المجتمع بدأ يصدر مرضى نفسيين وعقليين. اي حد، وعلى فكرة مش في الشعر بس، في اي مهن، اي واحد عنده شيء محدود، لان الفهلوة بعد كامب ديفيد 77 انتشرت في المجتمع المصري. فبقى الفهلاوي هو اللي ولكن الابداع برضو يظل ابداع، او المبتكر يظل مبتكر. يعني هو العمل هو اللي هيطغى مع على نفسه. مع نفسه. لا هيطغى على الساحة. ما هقول لحضرتك شاعر ضخم زي محمود درويش لو ما كانش وراه مؤسسة ما كانش حد هيسمع عنه حاجة. الشاعر لازم يبقى وراه مؤسسة
تدفع. اذا اكتشاف الموهبه من خلال المدرسه ده امر مطلوب، يمكن ده امر مطلوب، لكن المدارس بتاعتنا دلوقتي. طيب الفرق بين الشعر في شكل قصيده وفي القالب المسرحي. بص حضرتك، انا بالنسبه لكتابه المسرح، انا كتبت المسرح بعد ما كتبت قصيده طويله جدا. فواحد من اصدقائي ممثل ومخرج اسمه فكر سليم قال لي ما انت كده بتعمل مسرح، طب ما بتكتبش مسرح ليه؟ قلت له انا ما عنديش خلفيه عن موضوع المسرح. قال لي اكتب وهنقعد ونشوفه كده. فاول عمل كتبته اللي هي مونودراما الشاعر، هي عباره عن ايه؟ راجل شاعر قاعد بيتكلم في مشاكل كتيره جدا، والمشاكل الكتيره جدا ملمسه على حاجات كتيره، فانت ممكن تقولها نصوص وممكن تقولها نص كامل. بعد ما عملت المونودراما اتشجعت ان طب خلاص، ما انا ممكن اعمل الحوار. بدأت اقرا بقى علشان افهم الموضوع رايح فين يعني. طبعا عندنا شعراء يعني بحجم صلاح عبد الصبور، ده راجل مفتري يعني، وبحجم عبد الرحمن الشرقاوي راجل يعني متجاوز يعني. فبدأت اقرا واشوف التركيبة بس عاملة ازاي، والمسألة يعني مشيت معايا يعني هعمل ايه بقى، نصيبي كده. نتكلم برضو عن التجارب الحديثة التي لفتت انتباهك وتقف امامها تقديرات، ولكن هذا يعني اجابة بعد الفصل ان شاء الله. نشوف مع بعض الفصل ثم نعود مرة ثانية. بعمل فواصل كمانجات بيني وبينك، يمكن تحنن البحر على مركبة وحيدة. بعمل علاقات جديدة بين شجر التوت وشجر الخوخ، يطرحوا غزل البنات. ما توقفيش حبك للشك في السعادة، اطلقيه لنور ربنا هيرجع بحب وزيادة. بعمل فواصل بوس فوق شفايفك وأكورديون صوابعه متقادة. ناصر دويدار. أخرى ونواصل حوارنا مع الشاعر ناصر الديودار. يمكن سمعنا بعض الكلمات الجميلة اللي ألقاها الزميل طلال سيف. التجارب الحديثة اللي هي لفتت انتباهك ووقفت قدامها تقديرا. أيوة هذه التجارب. الأول بس طلال سيف قايل شعر أحسن مني، أنا عايزه يسجله لي بقى. اتفضل يا فندم. طبعا لا، في تجارب كتيرة. يعني مثلا في شاعرة مدهشة اسمها نجلاء البهائي، والست ديت دبلوماسية وبتكتب شعر، لكنها ما هيش عايزة تخش المجال ده. يعني ايه بتكتب، ونقاد كبار جدا شافهم قصايدها قالوا ان ديت شاعرة عبقرية، لكن هي مش يعني شايفة المجال وشايفة الجو انها بتكتب محبة بس. يعني دي لو هي واخدة الموضوع بجد ممكن تبقى رقم مهم جدا في قصيدة الفصحى في مصر. في شاعر كمان مسرحي اسمه عمرو عفيفي، ده انا لما بقعد اقرا له شيء مدهش، وما عملش ولا ديوان. شاعرة برضو من اسكندرية اسمها هالة فتحي. شعراء كتير جدا، لكن هي المشكلة ايه، ان الشلالية والمصالح اللي بتتصالح في هذا المجال بيخوف الناس الحقيقية انها تخش المسألة دي. لكن لا، مصر مليانة
مبدعين كتار جدا، ومصر فيها يعني لا أبالغ ان انا لو قلت لك ان مصر فيها مبدعين، المبدع لو اتفك هيعمل كل المبدعين اللي احنا شايفينهم في العالم ده. لان حجم المشاهدات بتاعتك وحجم التاريخ اللي وصل لك ده لا يعمل مبدع، لو عنده موهبة حقيقية يعمل مبدع حقيقي. التجديد في الابداع وتشويه المعنى، ناخد مثلا قصيدة النثر نموذجا. ده بقى اللي حطيت لك السؤال ده عايزني اخبط في الدنيا بسبب قصيدة النثر. اصل انا من وجهة نظري ما فيش حاجة اسمها قصيدة نثر. ليه؟ الناس الاوائل بتوع قصايد النثر دول هتبص هتلاقيهم هم بتوع تونس، الجزائر، المغرب، الناس اللي ملمسة على فرنسا اللي هي بتقرأ اللغة الفرنسية، واساتذة القصيدة النثر هم الفرنسيين. لما انا اجي اشوف قصيدة نثر زي محمد المغوط، ايوه ده عنده مبرر ان هو يبقى يكتب نثر، ادونيس يكتب نثر، بلند الحيدري يكتب نثر، جبرة يكتب نثر. انما المصريين بأمارة ايه يكتبوا نثر؟ انت بتكتب نثر عشان انت ما بتعرفش تكتب، يا ايها الوطن الذي مش عارف ايه. ده حتى دلوقتي بيقول لك ان العامية فيها قصيدة نثر كمان، وعامية قصيدة النثر العيال عندها 17 سنة بيبيعوا 17,000 نسخة. فنثر ايه؟ مفيش حاجة اسمها قصيدة نثر، ومفيش عندنا في مصر حالة تكرس لقصيدة النثر. لكن عندنا ناس لطاف بيلموا بعض وبيعملوا حاجات وحواديت، ماشي اوكي يعني زي الفل مفيش مشكلة. انما انت تيجي تقول لي ايه؟ الشعر لازم يبقى فيه موسيقى، الشعر لازم يبقى فيه صورة، الشعر لازم يبقى فيه معنى في الاخر. ما انت ما تجيش بقى تضرب لي بالانس في تغييب وتقول لي ده شعر وتقول لي ده نثر. اغلب اللي بيكتبوا نثر دلوقتي ما بعرفوش يكتبهم اصلا. ومع احترامي لشوية تجارب بسيطة عندنا في مصر، انما انا اثق في قصيدة النثر بتاعت تونس والجزائر والمغرب، لان الناس ديت استقت المعلومة ديت من اهلها. انما يقولوا ان في قصيدة النثر في غنائية. قصيدة النثر هي داخلية، غنية داخلية. هقول لحضرتك هي عبارة عن ايه. هي عبارة عن واحد عايز يتمرد بشكل هو مش فاهمه. يعني زي مثلا ما واحد ايه، زي انت دلوقتي حضرتك لما يجي واحد ينتقدك، انا بنتقدك كمذيع، انا لا ليا دعوة ببدلتك ولا بجرافتتك ولا باي حاجة. دلوقتي الانتقاد بقى صوته عالي فبيشتم وبيهدم، فهم دول يجوا جايين يقول لك ايه؟ غنائيه ايه؟ ما احنا يعني مفيش غنائيه داخليه، ما فيش لا غنائيه. هم بيتوهموا ممكن يكون عند قله. الكلام ده موجود عند قله. يعني انا بقرا قصيده نثر عند قله قليله بلاقي الكلام ده، لان هو جاي من منطقه فكريه معروفه، ومنطقة فكرية هو بيتحرك من خلالها، فعشان كده القصيدة بتاعته بيطلع لها معنى. انما العشوائيين دول اللي طالعين دول من شبابيك الحياة ما يعني معلش يعني. هل الحداثة من وجهة نظر الشاعر ناصر ديودار قطيعة مع التراث؟ لا اطلاقا. ازاي؟ انا ولا في تواصل مع التراث؟ ده تواصل مستمر. ليه؟ انا ابن البيئة وابن التراث وابن هذا التاريخ، لكن هنا بقى التاريخ والتراث ده لما يجي عندي انا اطوره ازاي؟ يعني انا دلوقتي لما واحد يجي يكتب قصيدة سنة 2016 زي عبد الفتاح مصطفى ما كتبها، او زي مثلا حسن ابو عثمان ما كتبها. يعني تخيل مثلا حسن ابو عثمان ده كتب غنوة في الستينيات اسمها عرباوي. لما يجي واحد سنة 2016 يعمل لي حاجة لم تتجاوز ده يبقى يقعد ساكت بقى. زي بالظبط الايه في عيال كتير بتسرق شعر، والعيال اللي بتسرق شعر هو حقق مليون نسخة مع عدوية كمان. بالظبط. من المحلة كمان يعني. بالظبط المحلة بالظبط كده. العيال اللي بتسرق شعر دول واللي ثبت فعلا تورطهم في سرقة الشعر
دول ما عندهمش الاحساس بان التجربه بتاعه الزجالين تجربتهم لم تتجاوز تجربه بيرام التونسي. طب ما انا عندي بيرام التونسي، وانا هقعد اسمع اراجوز ليه دلوقتي؟ اسمع اراجوز وحرامي دلوقتي؟ فلا انت دلوقتي الحداثه هي جسر طويل راجع لاصولك، وانت بقى بتطور المساله. يعني احنا لما حسين السيد ما كانش بيكتب زي مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز ما كانش بيكتب زي حسين السيد، سيد حجاب ما بيكتبش زي اللي قبله، علي مهدي ما بيكتبش زي اللي قبله. فالناس ديت لان هو عنده موهبه ضخمه، هو واقف على ارضيه ضخمه، فلما يجي بالموهبه بتاعته من خلال التراث ده، لا بتبقى المساله مختلفه طبعا. طب هنواصل طبعا في بعض الفواصل، ومن الفاصل الاخير الشاعر ناصر ديودار ايضا في بعض الكلمات الشعريه العاميه. بعمل فواصل كمانجات بيني وبينك، يمكن تحنن البحر على مركبة وحيدة. بعمل علاقات جديدة بين شجر التوت وشجر الخوخ، يطرحوا غزل البنات. ما توقفيش حبك للشك في السعادة، اطلقيه لنور ربنا هيرجع بحب وزيادة. بعمل فواصل بوس فوق شفايفك وأكورديون صوابعه متقادة. ناصر دويدار. اهلا بيك معنا مره اخرى استاذ ناصر. يمكن برضه هنتكلم على التجارب بقى ما شاء الله، تجاربك الاتيه في المرحله المقبله، يعني ايه هيكون ايه اصدارات عند حضرتك؟ انا في ديوان تحت الطبع شغال فيه، وفي مسرحيه برضو شغال فيها، بتحكي الواقع الثقافي المأساوي اللي مصر بتعيشه. انا اعتقد ان من لكن ليك اغنيه قادمه ان شاء الله. نعم، ليك اغنيه هتكون ان شاء الله. انا في شغل مع الموسيقار الكبير احمد الحجار، احنا عملنا البوم قبل كده ابويا الحبيب، واحنا شغالين في حاجه تانية، مجموعه اغاني برضو ملمسه على البوم ابويا الحبيب. كان كل الكلمات لا، ابويا الحبيب ده الحان وكلام الموسيقار احمد الحجار، وانا عامل له اغنيتين فيها، اغنيه اسمها اجمل ما فيك يا مصر، واغنيه اسمها برق الشتاء. وبعدين هنكمل التجربه، نعمل البوم تاني برضو بيتكلم على انسانيتنا كمصريين. انا المسرحيه بتاعت الجرابيع دي بتتكلم على مآسي الوسط الثقافي في مصر. ليه؟ نحن نشهد احط مرحله في تاريخ مصر الثقافيه، وهذا الكلام على مسؤوليتي، لان انت في واقعك دلوقتي مفيش اي حاجه ملموسه. ده المؤسسه والمبدع ولا المؤسسه فقط؟ المؤسسه هي اللي وقعت المبدع. لماذا؟ ثوره 52 لما جابوا ثروت عكاشه، وجي معاه مشروع ثقافي، كتب، اوبرا، سينما، افلام تسجيليه، فنون شعبيه، رسم، نحت. شفنا نهضه خطيره جدا في الستينيات. دلوقتي الدولة بداية من آخر سنة في حكم السادات لحد الآن لا تعترف. يعني أفضل مشروع العين تسمع والأذن ترى، يعني مشروع مشروع مهم جدا. كويس. الفترة بتاعت مبارك لحد دلوقتي الدولة بتعتبر ان الثقافة زائدة دودية يجب استئصالها ومحاربتها بشتى الطرق، وهم بيطلعوا لك بقى ايه؟ الشاعر الاراجوز، الشاعر المصنوع، الشاعر الكذا، الشاعر الكذا. مؤسسات الدولة ما بترعاش اي حاجة. احنا لسه عاملين مؤتمر للشعر العامية من 3 ايام. والشاعر الموظف فين يا فندم؟ الشاعر الموظف ده متكحرت بقى، بيستنى المرتب بتاعه يقعد بقى لحد لما يخلصوا.
طيب انا هاخد قصيدة شعرية اخيرة وبعد كده يعني ناخد ختام. اتفضل يا طيب اوكي، انا هحاول اشوف حاجة حاجة عاطفية بقى، نختم بحاجة عاطفية او حاجة وطنية جميلة كده. حاجة وطنية. ناخد حاجة وطنية. ما عنديش وطن اتباهى بيه، البسه سترة تحميني من برد اعدائي، تخليني مستقيم. انا بس بمناسبة الوطنية، هي الاغنية هي القصيدة افتكرتها انها مش وطنية خالص. فمعلش سامحني بقى، اكملها ولا طب نشوف حاجة عاطفية. اتفضل ناخد حاجة عاطفية. طيب انا هقول لك حاجة وطنية، هي اغنية عاملها الموسيقار احمد الحجار. مين على الغرام بيتوب، يمكن بيسهى يدوب، انت اللي ملكانة وسكنت جوانا يا مدينة طوبها قلوب، كل اللي فيك جميل، مش اهرامات ولا نيل ولا مغربية وليل، اجمل ما فيك يا مصر ان احنا بني ادمين. حلو كده؟ اجمل ما فيك يا مصر ان احنا وطنيين. طيب ناخد اغنيه وطنيه بقى احنا اللي هنعرضها مع حضرتك دلوقتي على الهواء، مش او قصيده وطنيه ونشوفها مع بعض، ثم نعود ونواصل حوارنا مع الشاعر ناصر ديودار. وشك ليه ريحة مصر، صوله كمانجة بليغ حمدي في لحن حزين، وشك فيه ريحة خبيز وعينيك بحر وهوى ومركب، صورة بلا براويز، يا بنت طليتي فيا من امبارح زي السعادة الغايبة، زي معلقة سكر في شاي دايبة، زي العبير من زهرة مفتحة وسايبة، في بنت تفرح ولد، وبنت تحلم ولد، وبنت تسيب ولد، وانت البنات كلها اللي تخلي البلد نشيد جميل صباحي في دمنا للأبد. ناصر دويدار. بنعود مرة أخرى ونواصل حوارنا مع الشاعر ناصر دويدار. هنتكلم برضه على المسرحيات الشعرية اللي حضرتك كتبتها وهذه التجربة. أنا عملت لسه ما جاش الوقت، وعملت الابراز قادمون، وعملت مملكة الفيران، ملمس الحشرات في من دراما الشاعر. من دراما الشاعر ديت. ولسه ما جاش الوقت. طب نسمع حاجة بقى من مملكة الفيران زي ما الاستاذ طلال عايز. الفار ما بقاش يخاف من القطط، والقطط ما بقتش بتخوف فيران. الفار فجر بقى يمشي ولا اجدع اسد، يبرم في ديله يخش في شوال الدقيق، يطلع على التوم والبصل يضرب بالانس في صحن فول، والقط واقف يسأله بمنتهى الذوق والادب في اي خدمة يا محترم. يبرم في ديله الفار ويشتم جاتكوا القرف، قطط رمم ما فيكوش ذكر، قاعدين في بيت ما فيهوش كتب ولا ورك فرخة محمرة ولا بنطلون جينز اقرضوا. الفار فجر يعزم صحابه في الصالون، فيران كتير على كل لون، يرمش بعينه تيجي القطط بعصير ليمون، يرمش بديله يجي العشاء يبقى نهار اسود غطيس. لو قط مرة اعترض واجدع شنب من القطط ياكل من الفار على القفا، واذا قطة مرة نونوت من نفسها وحزقتها مرة النونوة لازم تقول متأسفة عن نونوة، ولحد ما الفار يتقبل عنده اعتذار كل القطط تدعي يخليه ربنا ويكسبه ويربحه، يكفيه بقدرة ربنا شر العرس وشر حاسد، إذ حسد يبعت له فارة تونسه تتجوزه يملوا الوطن قطاقيت فيران. يا قطط متخلفة ما فيكوش ذكر. الفار فجر مع انه فار، طلع نزل فار ابن فار، كبر
صغر فار ابن فار وسهل ياكل بالجزم، وإذا لزم ينداس على كعوب البلغ، بس القطط لابسه البلغ فوق الدماغ. يا قطط متخلفة ما فيكوش ذكر، بقى دي النهاية يا قطط. فينك يا أيام الدلع، نوم السراير والكنب، شرب اللبن، بقى دي النهاية يا قطط. يبقى السكن في قلب صناديق الزبالة، والفار بيسكن في الوطن. توجيهاتك للأدباء الجدد أو مشروع أديب زي ما بيقولوا، توجههم بإيه عشان يعني ينهضوا نهضة أدبية في مصر في المرحلة المقبلة؟ تمام، هما مع انهم ما بيسمعوش وهم يعني ناس كبار ومغرورين وكذا، بس البنزين بتاع اي مبدع هو القرايه وثقافته. الثقافة. ايوه، انت علشان تركب العربيه من القاهره تيجي طنطا لازم يبقى فيها بنزين يقضيك لحد طنطا. هما ما عندهمش بنزين، هما يعرفوا من امل دنقل شاعره من بيروت، ويعرفوا من ان الحرامي فلان الفلاني اللي سارق شعر من عبد الستار سليم هو اكبر شاعر في مصر وكذا، وهم معلوماتهم ضعيفة جدا، وما عندهمش القدرة على انهم يتعلموا. يعني انا كنت في دار علوم في ندوة، لو كان معايا الطبنجة بتاعتي كنت ضربت نفسي بالنار. طب انت توجههم تقول لهم ما هو لازم يقرأ، هو مش عايز يقرأ. الفيس والسوشيال ميديا خلته مأنتخ، ما هوش عايز يجيب كتاب ويدور على معلومة ويقرأ ويثقف نفسه ويعرف آبائه وأجداده. هو مش عايز، هو دخل الموضوع من أماكن محددة هم بيشوفوا فيها مش شعراء، عيال بترص كلام وخلاص. فهو تشبع 3 4 5 سنين بالحالة ديت علشان انت تيجي تكلمه. محمود درويش، مين محمود درويش؟ صلاح عبد. طب اقول لحضرتك سر، في عضو اتحاد كتاب مصر ما قريتش لصلاح عبد الصبور ولا لمحمود درويش ولا تعرف اي حاجة عن اي حاجة ولا عن اي موضوع في المواضيع، ودخلت عضو اتحاد كتاب طبعا مصر. قامات مصرية كبيرة جدا للأسف. الجوائز بقى ما لها وما عليها اخيرا. ما فيش حاجة اسمها جوائز في مصر، معتمدة على الحقيقة. جوائز الدولة بتعتمد على، يعني عشان بس ما عممش، الفترة الأخيرة شاعر خد جائزة الدولة ما كتبش قصيدة طول عمره، وقعد 30 سنة عضو اتحاد كتاب مصر. شاعر تاني مستر اكس قاعد بيلم كل الجوائز على مسؤوليتك. طبعا الكلام ده على مسؤوليتك. طب ما هم موجودين دلوقتي، وهم موجودين دلوقتي لا ينجزوا اي منجز خالص. ولو فتشت وراهم، انا عارف الموضوع ده محرج ليك على الهوا، بس انا بكلمك على جوائز الدولة، ان جوائز الدولة ما بتروحش لمستحقيها. طيب امنياتك في المرحلة المقبلة اخيرا؟ لا، انا عندي تفاؤل غير طبيعي ان مصر في الطريق انها تاخد مكانتها، واحنا بدون مبالغة، ويمكن انا الكلام ده بيتاخد عليا، يقولوا لي انت قاعد بتطبطب على السلطة وقاعد. انا شايف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية ضخمة جدا تجاه مجتمع قاعد وما بيشتغلش ولا عايز يشتغل ولا عايز اي حاجة، وكلك عايزين كل حاجة. العمل ويكون في زيادة انتاج. بالظبط. انما احنا شايفين ان الراجل ده الوطني المحترم ده واخدنا لسكك خير، بس احنا يعني نحس ان احنا بقى نساعد كل ايدينا في بعضنا وقلبنا على قلب بعض. ما لازم انت علشان تحصل على شيء لازم تتعب له. نسمع قصيدة أخيرة بقى ونختم بيها. قصيدة أخيرة، أنا هقول لك قصيدة أخيرة برضو يعني وطنية برضو، عشان بس ما يعني. تحت عنوان أنا أهل ربوني، ما سرقش حاجة حد ولا بص في إيدين حد،
ولا ليا دعوة بحد، بمشي أمطر شعر، وشي منبت شعر، عيوني كورنيش شعر، شفايفي غابة شعر، حنجرتي مجرى الشعر، كتفي مراكب شعر، دراعيني مجداف شعر، وكف توتة شعر، فخديني فرسة شعر، ورجلي حافر شعر، ولو حموت من الشعر عمري ما بسرق شعر. أنا أهل ربوني، كل اللي سرقوا مصر كانوا لصوص للشعر. الشاعر أستاذ ناصر ديودار، أشكرك في نهاية هذا اللقاء. صباح جديد، صباح المحروسة. شكرا. صباح جديد، صباح المحروسة. أشكركم، ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله.